أول مرة سافرت فيها نويبع كنت مذهول من جمالها، من شواطئ وطبيعة وموقعها المتميز بأجمل مكان في العالم. ولكن الحلو ما بيكملش، وزي ما في الحلو في الوحش. ولكن ما حبيتش نويبع. تعال احكي لكم القصة من الأول. في مثل كده عندنا بيقول لك البيت بيت ابونا والغاب بيت ودونا، والمثل ده بالظبط اللي اتطبق معايا. انا اول ما وصلت نويبع انا كنت متفاجئ من جمالها وجوها يعني الاماكن الجميله اللي هناك، ولكن في كام نقطه كده هي اللي قفلتني، خلتني المود بتاعي اتقفلت. والسبب ان انا اول ما دخلت نويبع وعش شيطان وطابة، كل المحلات وكل المطاعم واي حاجه هتلاقيها من متجر او بيع او الكلام دوت، هتلاقي اليافطه مكتوبه بالعبء. تمام، يعني مش بالمصري بقى، يعني مثلا سوبر ماركت فلان، لا، هتلاقي مكتوب بالعبء. ده اول نقطه، ما دققتش في النقطه دي قوي. عايز اقول لكم ولاد العم، مش هقول لكم غير ولاد العم وانتوا فهموها عشان حقوق الملكيه والكلام ده. ولاد العم هناك بيعاملوك ان هي بلدهم، يعني انت قاعد في بلدهم. يعني انت متخيل، يعني الآية اتقلبت عكس. بيعاملوك ان انت في بلدنا وقضي وقتك واتكل على الله. يعني حتى هم بيبقى مخنوقين منك وانت موجود هناك. وموقف حصل معايا هناك وده اللي خلاني ما احبش نويبع. انا اول ساعة وصلت فيها نويبع، اول بعد اللي تشيك ان، انا كنت قاعد واصحابي كل اللي كانوا جايين معايا كانوا طالعين رحله وادي الوشواش، وانا وادي الوشواش دي طلعتها قبل كده، فاللي هو ما كنتش اصلا حابب ان انا اطلعها تاني. بس لما لقيت زمايلي طالعين وكده قلت عادي مفيش مشكله اطلع معاهم، كده كده معايا زمايلي والمغامره هتبدا من جديد والكلام دوت. بس لما جيت احجز، لان انا الجايد اول ما سالني في بدايه اليوم قال لي تطلع معانا وادي الوشواش، قلت له لا، انا طلعتها قبل كده. بس جيت بقى بعدها ان انا جيت احجز معاه، فبقول له انا خلاص انا هطلع وادي الوشاش، قال لي خلاص للاسف العدد اكتمل ومفيش مكان. طب ازاي ينفع اطلع وبتاع، نتزنق في بعضنا ونطلع والدنيا تمشي؟ قال لي لا للاسف مش هينفع. المهم من هنا لهنا حتى اصحابي لما اتكلموا معاه قال لهم لا هو مش هينفع، معلش العدد اكتمل واحنا ماشيين بنظام وبتاع والموضوع ده اهو. قلت لهم خلاص اطلعوا انتوا، وانا انا محتاج انام شويه لان انا جاي تعبان والكلام ده كان اول يوم ما وصلت. قلت لهم خلاص اطلعوا انتوا رحلتكم، وانا محتاج انام شويه عشان جاي تعبان بامانه، فمحتاج انام شويه عشان اصحى اصور الفيديوهات بتاعتي اللي انا جاي اعملها هنا والموضوع دوت. قالوا لي خلاص تمام. المهم هم طلعوا، كانت على الساعه 3 كده، هم طلعوا الرحله بتاعت وادي الوشواش، مش فاكر كانت على الساعه 3 او اقل من كده. المهم هم مشوا من هنا وانا قلت اخش انام شويه وبتاع، بحيث اصحى فايق بالليل وكده، واكتب السكريبت بتاعي واظبط الفيديوهات اللي انا جاي اعملها. المهم دخلت انام، فضلت اتقلب يمين شمال، انا مش جالي نوم عادي، موضوع طبيعي. المهم قلت طب ما انا كده مش عارف انام، طب بقول لك ما تطلع تاخد لك كوبايه قهوه وبتاع تفوقك شويه لحد بالليل، وممكن تاخد كوبايه تاني بعديها بشويه. المهم هتقعد لحد بالليل، وبالليل هنام اخد نومي كامل وعشان اصحى تاني يوم الصبح فايق. المهم طلعت عشان اجيب القهوه الكامب اللي انا فيه، بس انا مش هذكر اسمه ولا اي حاجه. المهم طلعت على الباب بتاع الكامب، السلام عليكم. وعليكم السلام، انا عايز واحد قهوه فلان وبتاع بكامل قهوه بكذا. قلت له طب ماشي، انا عايز واحده قهوه بس اظبطها لي وكده. قال لي ماشي. وانا واقف، 2 من ولاد العم جم وقفوا جنب على البار، يعني كانوا جم طلبوا مانجا ومش عارف تاني كده. المهم صاحب الكامب هو اللي كان واقف على البار. صاحب الكامب ساب القهوه بتاعتي اللي كان بيعملها ودخل يجيب جاكن المانجا والعصاير اللي هم طلبوها، عمال يفك الجاكن لان كانت متفازنه متلجه. فانا الموقف عصبني بس ما اتكلمتش. انا كل اللي عملته قلت له طب ما انت كده كده الجاكن هياخد وقت على ما يفك، حطه في ميه وظبط لي القهوه عشان انا واقف بنام وبتاع ومحتاج القهوه. قال لي خلاص ماشي. المهم قال لي خلاص ماشي وبرضه سايب القهوه وكل ده عمال بيحاول يفك في جاكن المانجا. المهم قلت له تاني وتالت، وصلت بقى اللي انا اتعصبت بقى، اللي قلت له اعمل لي القهوه بعد اذنك، انا جاي قبل الناس دي. وهم كانوا واقفين في نفس الوقت. المهم صاحب الكامب بيقول لي يا باشا انت متعصب ليه ومتضايق ليه، انت محموق ليه، انت بتدفع قلت له بدفع ازاي مش فاهم. قال لي ايوه انت بتدفع الناس دي بتدفع، انت بتدفعش.
الناس دي يا باشا بتدفع. مين بقى الناس اللي بتدفع دي؟ اللي هم مين؟ ولاد العم اللي هم جايين قاعدين في بلدهم مبقطعين بفلوسهم. المهم شدينا انا وصاحب الكامب شويه، لان صاحب الكامب هو اللي كان واقف في البار بيعمل المشاريب بنفسه. المهم شديت معاه لحد ما عمل لي القهوه، خدت القهوه بتاعتي. عايز اوصل لكم نقطه بقى، كل التيبل والترابيزات اللي كانت موجوده في الكامب كلها كانت فاضيه، لان كل اللي كان في الكامب في الوقت ده نصهم نايمين ونصهم طلعوا رحلات. مفيش بني ادم الا انا والاتنين ولاد العم اللي هم كانوا جايين يطلبوا العصاير. المهم خدت قهوتي من على البار وقعدت على ترابيزه لوحدي، ويعني الترابيزات كلها فاضيه، مفيش ولا ترابيزه عليها بني ادم، الترابيزات كلها فاضيه مفيش الا انا. حطيت القهوه بتاعتي وقعدت. المهم بقى الموضوع جه ازاي بقى، الاتنين اللي هم ولاد العم اللي خدوا القهوه جم قاموا قاعدين معايا على الترابيزه اللي انا قاعد فيها، اللي هو عاملينها بمعنى اللي هو قوم خد بعضك وامشي، اللي هو نكش، موضوع اللي هو بينكشك بيعزيك من الاخر. فانا اتضايقت واتعصبت. هم كان معاهم شوبين العصايه بتاعتهم، فانا اعمل ايه. فالمهم قمت قايم واخد قهوتي، وانا قايم قمت خابط الترابيزه، قمت قلب عليهم العصايه بتاعتهم اللي هم طالبينها ازاي وبتاع. فبتاع الكامب بيقول لي مش تحاسب؟ قلت له حاسب، انا قاعد على ترابيزه الناس دول جم قعدوا معايا وانا عارفهم عشان يقعدوا معايا. المهم سبت الموضوع خلص على كده. خدت قهوتي وقلت طب انا اخش في الغرفه اللي انا واخدها اشرب القهوه جوه واقعد شويه. المهم خدت قهوتي ودخلت الغرفه وانا قاعد بشرب قهوتي، ويعني اعتبر خلاص خلصتها، ولقيت الباب بيخبط. المهم انا قلت مين ده اللي بيخبط؟ يعني ما انا اصحابي كلهم في اهل اصلا ما فيش الا انا. المهم بفتح الباب لقيت اللي هو صاحب الكامب دوت بيقول لي تعالى في مباحث عايزينك. قلت له مباحث ايه؟ قال لي شرطه سياحه وبتاع. قلت له في ايه يعني؟ قال لي ما تعالى عايزينك، ما اعرفش، وبيتكلم باستفزاز فاهمين. المهم خدت بعض وطلعت معاه، فلقيت فعلا مباحث واقفه بقى، انت عملت وسويت وبتاع. قلت له عملت وسويت مش في كاميرات هنا في الكامب؟ ارجع كاميراتك وشوف. المهم الموضوع مش ازاي ان صاحب الكامب وقف مع ولاد العم ضد انا، يعني هو اللي بلغ عني وقال لهم الراجل ده يعني عمل 1 و2 و3، مع ان انا مش غلطان، الموضوع جاي منهم هم بس، وده اللي مشي. فطبعا الحكومة اللي هناك بتقف معاهم وانت بالنسبة لهم ملكش لازمة، يعني ده فعلا حرفيا بيحصل هناك. المهم انت اسمك اسم فلان، طب احنا عايزين ندخل الغرفة عندك. دخلوا فتشوا الشنط، طلعوا الكاميرات بتاعتي، فضلوا يفتشوا في الفيديوهات اللي متصورة على الكاميرا بتاعي، انت جاي بتعمل انت جاي بتسوي المهم من هنا لقينا فضلت الم الموضوع. طب يعني مش فاهم عايزين دلوقتي؟ قال لي طب هات البطاقه بتاعتك. خد البطاقه بتاعتي، سوى البطاقه بتاعتي بتليفونه وقال لي بطاقتك على تليفوني، لو عملت اي حاجه او استفزيت اي حد هنا انا عارف اجيبك ازاي واعمل فيك واسوي المهم انا يعني انا كل ده بحاول ابلع الموضوع عشان الموضوع ما يوسعش عن كده، لان الموضوع ممكن يخش في قصه وقضيه سياسيه وحاجات كده يعني. المهم لميت الموضوع وخلاص. وعشان كده اول يوم قضيته في نويبع، وتاني يوم خدت بعض وطلعت على دهب، كملت باقي رحلتي في دهب طبعا جميله ومن الاماكن اللي انا بعشقها. وطبعا ولاد العم مش منتشرين في دهب ولا حاجه، لا هم قليلين جدا، هم قاعدين في طابا ونويبع بالتحديد. كملت رحلتي في دهب والدنيا تمام ورجعت على القاهره، بس ده السبب اللي خلاني محبش نويبع. ولكن مش هنكر ان نويبع جميلة جدا من ناحية هدوء وقعدة، والفيبس بتاعها جامد جدا، دي حاجة انا مقدرش انكرها. بس هي النقطة دي بالتحديد اللي حصلت معايا اللي خلتني محبش نويبع، انما نويبع جميلة للأمانة. وبس كده، اتمنى ان انا اكون فدتكم بحاجة، وما تنسوش اهم حاجة السبسكرايب واللايك ودعمكم على الفيديو وكومنت جميل واكتبوا لي رأيكم.